50 دواء في 50 يوم، والنهارده هنتكلم عن اول دواء معانا في السلسله دي وهو الاكريتين. فلو انت عايز تعرف ازاي تستخدمه بطريقه صح وامنه ركز معايا. طيب الاكريتين ده بيعمل ايه؟ هو ده عباره عن كريم تقشير مادته الفعاله اسمها تريتونين، ودي مشتقه من فيتامين ايه. ده بيشتغل عن طريق تجديد خلايا البشره، وده بيساعد في علاج حب الشباب، صغر الحبوب وتصبغات البشره. طب دلوقتي بقى ازاي هنستخدمه؟ اول حاجه لازم تغسل وشك كويس بميه دافيه وتسيبه ينشف تماما. بعدين هناخد نقطه صغيره جدا من الكريم ونحطها على اثار الحبوب او التصبغات اللي في البشره. ده بيبقى مره واحده بالليل. خلي بالك ممنوع تماما انك تحطه الصبح علشان الشمس ممكن تسبب لك حساسيه او تهيج. دلوقتي بقى ايه، ناخد بالنا من الكام نقطه دول. اول حاجه انك ما تكترش الكميه علشان ما يقلبش معاك بنتيجه عكسيه خالص. تاني حاجه، اول اسبوع هتستخدم فيه الاكريتين هتحس كده بايه، باحمرار وتهيج في البشره خفيف، ده طبيعي. بس لو الموضوع زاد قوي قوم انت جاي موقف الدواء فورا او كلم الدكتور. تالت حاجه، لازم تستخدم مرطب قوي وكمان صن بلوك الصبح وانت خارج علشان بشرتك تبقى حساسه. رابع حاجه بقى، ما ينفعش ان انا استخدمه مع الحوامل واي حد عنده حساسيه من فيتامين ايه. وبس كده، ده كان اول فيديو في سلسله 50 دواء في 50 يوم. واي حد عنده سؤال عن الاكريتين او اي دواء تاني عايزنا نتكلم عنه يكتبه في الكومنتات، ويستنوني في فيديو جديد بكره عن دواء جديد.